انا يا سيد الرئيس الدكتور محمد مرسي بسرد الشرعيه وبقول العيال بتوع التمرد دول على جثثنا اما تغيروا رئيس ليه شرعيه. الراجل ليه شرعيته وليه اساس في الارض ابقى متين وراه رجال. احنا رجالته في الارض وما يهمهمش احنا عدله. الرئيس مرسي مش لوحده، الرئيس مرسي وراه رجاله. احنا مستعدين نموتوا في سبيل ان الشرعيه ما تنهدمش. مش هنأسسوا دوله ديمقراطيه على اساس رئيس يجي يقعد شهرين نيجي نقول له لا مش عاجبنا نجيب واحد غيره مصر تروح. ما ينفعش الكلام ده، مش في بلد ديمقراطي. البلد الديمقراطي الحر اللي هو يتبع الديمقراطيه على اصولها. احنا طلعنا انتخبنا 3 مرات، مجلس شعب، مجلس شورى، رئاسه، استفتاءتين، استفتاء على الدستور، استفتاء على الدستور اللي يعمل المجلس العسكري، وكل ده اهو مش عاجب الفلول ولا عاجب اللي هم سقطوا من الرئاسه. الرساله اللي بوجهها المعارضه عايزين مش يتلموا، يجي للطريق الصح. معارضه معاك تمرد عملت 15 مليون توقيع. والله اقول لك مش سر، والله لو حصل انتخابات مجلس شعب للحريه والعداله هتاخد اكبر نسبه، مش هتاخد الاغلبيه بس هتاخد اقل حاجه 40%، هي اعلى وراها هيبقى 20%. مش سر يعني انا بقوله، واحنا في الارض وعلى الواقع وعايشين في العزب والبلاد وعارفين.